السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة وفوز باهت للقادسية بالجولة الثانية مع فريق اليرموك الصاعد للدرجة الممتازة حديثا. لحظات ونتكلم عن بعض الأمور في المباراة. أهلا وسهلا بالجميع. بدأت المباراة بالتشكيلة الآتية: خالد الرشيدي في حراسة المرمى، روسي وخالد إبراهيم قلوب، وكالعادة راشد الدوسري ظهير يمين، ومعاذ الظفيري ظهير يسار. لعب بالوسط كلاعبين ارتكاز المحترف جيبولا، ومعه اللاعب عدبي شهاب. حسب الرسم التكتيكي كان بدر المطوع بالمحور الهجومي، ولعب على الجناح على الورق. على الجناح اليمين كان محمد الصورة المحترف، وعلى الجناح اليسار كان عيد هذا على الورق. ولعبنا براس حربة كالعادة المغربي اسماعيل خافي. لكن لما شفنا على أرض الواقع في المباراة وجدنا إنه اللاعب محمد الصورة كان كالعادة وإصرار غريب من الدكتور محمد المشعان على وضع محمد الصورة في الجهة اليسار اللي هي مش جهته، وكالعادة كان مردود اللاعب مو على قد الطموح. لعبنا المباراة وفي البداية كان في نسبة استحواذ بسيطة للقادسية كبداية المباراة، واللي أنتجت عن هدف في الدقيقة 12 من كرة ثابتة عن طريق المدافع وقلب الدفاع البرازيلي إيغور روسي من كرة ثابتة لعبها له الأسطورة بدر المطوع. الغريب في الأمر أنه القادسية يلعب مع اليرموك. القادسية يلعب مع اليرموك مع كامل الاحترام لليرموك الصاعد حديثا للدرجة الممتازة. القادسية يسجل في اليرموك ويتراجع بعد الهدف مباشرة. وجدنا فوضى غير طبيعية بالفريق، ما في اتزان بالمراكز، ما في انضباط تكتيكي، مردود اللاعبين خل، أخطاء بالجملة بالدفاع. كان شيء يعني ما هو القادسية. ما في شيء بعد الهدف يذكر إلا فرصة، ومش ذاك الفرصة اللي تكون هدف محقق لعيد الرشيدي في الدقيقة 18. انتهى الشوط الأول ونسبة الاستحواذ، تخيلوا نسبة الاستحواذ 53% لنادي اليرموك مقابل 47% للقادسية. يعني لو كان أجنحة باكات اليرموك ومهاجمينه عندهم نوع من التركيز لقلبوا النتيجة بالشوط الأول 2-3 علينا. وهذه المشكلة اللي بعاني منها الفريق، واللي إصرار غريب من الدكتور على طريقته رغم كل الانتقادات، رغم كل الملاحظات، إلا إنه مصر. هل الدكتور يعاند؟ هل الدكتور محمد مشعان مو شايف حدا فاهم أكثر منه؟ ما بعرف. اللي صار دخلنا الشوط الثاني على أمل بإجراء تبديلات، وفي شيء أهم من كل اللي قلناه: ضعف اللياقة البدنية عند لاعبين القادسية اللي انهارت تماما الشوط الثاني. يعني خط الوسط أنا فتحته لليرموك، سلمته ملعب 5 يمين و5 شمال، ما بعرف. القادسية فوضى مش طبيعية. استمرار الدكتور على أخطاء المباراة الأولى وأخطاء الموسم الماضي. بهذا الفريق لن نحقق أي بطولة هذا الموسم، وأتمنى أن تدرك الإدارة ما يفعله المدرب. طبعا التبديل الأول خروج راشد الدوسري للإصابة، دخل مكانه اللاعب فيصل الشطي. اللاعب فيصل الشطي بنعرف احنا انه ما شاء الله عليه نجم، وما شاء الله عليه
لكن مع منظومة الدفاع اللي هي أصلا مش بطبيعتها، حتى اللاعب فيصل الشرقي كان عنده بعض الأخطاء. مشكلة ثانية يعاني منها القادسية، لا يجيد اللعب بدون كرة، هذه مشكلة. شفنا أخطاء دفاعية ما بيخطئها مدافعين مبتدئين. كالعادة الدكتور تأخير في التبديلات، يعني التبديل الثاني، وبالمباراة هاي تحديدا التبديلات أجت اضطرارية. هذا ينم على انه في ضعف لياقة بالاساس يا دكتور. احنا كان عندنا مدرب اللياقة مبدع 3 مواسم الاستاذ خليل الجبابلي، انت جيت غيرته في يعني معد بدني ثاني ما بنعرفه، وين له سي في كان وين له، بس احنا شايفين شغله على اللاعبين ما بعرف. يعني التبديل الثاني في الدقيقة 74 خروج عيد ودخول سلمان البوص. سلمان البوص يا دكتور اللي انت مش مقتنع فيه، بمجرد دخوله عمل كرتين للمهاجم اسماعيل خافي المظلوم، لاني شخصيا وكثير من الناس نرى انه اسماعيل خافي مهاجم رائع، لكن ما في فريق يخدمه، ما في منظومة لعب تخدمه. لما نزل البوص اللي انت مش مقتنع فيه يا دكتور، شوف الكرات اللي اعطاها لاسماعيل خافي. يعني هذا يؤكد كلامنا بانك انت بحاجه للاعب هذا، وبحاجه لصانع لعب يصنع للمهاجم. ما بعرف. عندك الدقيقه 74 خروج مع الظفيري برضه للاصابه، وهذا نرجع لكلامنا ضعف اللياقه البدنيه عند اللاعبين. بدلناه بخالد صباح. خالد صباح لاعب ما بنختلف عليه انه لاعب جيد، لكن لاعب ما باخذ فرصه، بيغيب فتره طويله وبرجع لما ما يأدي بننتقده. يعني ما في احنا مش عارفين ايش الطريقة اللي كان بده يوصلها الدكتور في المباراة. يعني احصائية المباراة بصراحة شيء يفشل. يعني مستحيل، انا بلعب مع احترامي لليرموك، انا بلعب مع اليرموك وهذه الاحصائية موجودة. يعني تخيل نسبة الاستحواذ 53 يرموك مقابل 47 القادسية. عدد التمريرات 475 يرموك 424 القادسية. التمريرات الناجحة 83% القادسية 85% اليرموك. التسلل 2 علينا و1 عليهم. تسديدات على المرمى 5 ب5. الركنيات، تخيل الركنيات هذه اللي لفتت نظري ومن المستحيل، يعني انت لو بتلعب مع العربي مستحيل تكون هاي احصائيتك. تخيل 7 ركنيات اليرموك مقابل ركنية للقادسية. هذا دليل على الضعف الفني، ضعف التكتيك في الفريق. فريق مشتت، فريق مبعثر في الملعب. بطاقات صفراء 2 لهم 1 لهم. عندك الأخطاء 13 علينا و10 عليهم، يعني 13 علينا. هذا دليل ضغط اليرموك علينا، فلا يمكن تكون هذه إحصائية القادسية مع احترامنا، بنرجع نحكي مع احترامنا لليرموك، تكون هاي إحصائية القادسية مع اليرموك. فحكينا اللي حكيناه وعارفين وين مكمن الخطأ، وكل الجمهور والمحللين عارفين وين مكمن الخطأ للأسف الشديد، باستثناء الجهاز الإداري. والجهاز الإداري عليه أن يفعل دوره بشكل أكبر، لأنه الخطأ واضح والكل شايفه. عندك مباراة يوم الأربعاء مهمة جدا قبل التوقف، عندك مباراة ديربي، مباراة العربي. لن أقول إنه العربي فريق يفوقك كثير بالمستوى، ولكن لاعبي العربي ما يميزهم عن لاعبينك الجدية في الملعب. نرجو ونتمنى من الدكتور إنه يكون في المباراة الجاية في تكتيك يناسب الديربي وتوظيف اللاعبين بشكل آخر. نرجع ونقول توظيف ثم التوظيف ثم التوظيف اللاعبين، وعلى اخوان اللاعبين جزء مهم جدا، الجدية في الملعب، القتال في الملعب.
عندك مباراة ديربي، نسأل الله ونتمنى التوفيق في هذه المباراة. وما بعد المباراة فترة توقف، لدينا نفس طويل لإعادة الأمور من جديد والبحث عن الأخطاء ومعالجتها، علشان تعطينا أمل إحنا كمشجعين إنه القادسية راح يكون من ضمن المنافسين. هذا كل شيء بهذا الفيديو، ونتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قلناه. ولا تنسوا إخواني المتابعين فضلا وليس أمرا، لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. وشكرا لكم جميعا، وإلى لقاء إن شاء الله جديد في المباراة القادمة.